المسألة الثانية ذكر المؤلف استحباب ذكر الله جل وعلا عند الجماع بأمرين: البسملة فيقول بسم الله، ثم يدعو بالدعاء الوارد وهو أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وظاهر كلام المؤلف وهو أيضا ظاهر الحديث أن الذي يقوله الزوج، أن الذي يقوله إيش؟ الزوج. فنقول الأصل أن يقوله الزوج، هذا هو الأصل، لكن لو قالته المرأة فحسن لا بأس. ولو تركه الرجل لضعف دينه وقلة تمسكه بالسنة فينبغي ويتأكد على المرأة إيش؟ أن تقوله هي، حتى لا يخلو الجماع من ذكر الله جل وعلا. ولو اقتصروا على بسم الله ولم يحفظوا الباقي فلا بأس، لكن الأولى أن يؤتى بالدعاء كاملا. وظاهر أيضا كلام المؤلف مع ظاهر الحديث أنه لا يكفي أن يقال هذا الذكر بالقلب بأن يجرى على القلب، بل لا بد من القول، وأقل القول تحريك اللسان إيش؟ والشفتين. فإن نسيه وذكره في أثناء الجماع قاله، لكن إذا لم يذكره إلا بعد انتهاء الجماع انتهى، فهي سنة فات محلها. هذا ما يتعلق بالذكر عند الجماع.